السلام عليكم. النهارده سلمنا مطبخ جديد. تعال احكي لك كل تفاصيله، الاجهزه، الماتيريال، المقابض، كل حاجه. يلا بينا. مطبخ النهارده معانا من خامه البي في سي. المقابض بتاعتي كلها بيلت ان لون سيلفر، الوزر بتاعي كله لونه سيلفر، معمول حساب تهويه للتربو بصل. طبعا في البدايه زي ما احنا شايفين هنا عندنا الغاز والبوتاجاز، سويناه بالمطبخ وعملنا تحتيه درج سوفت كلوز، وهنا الركنه جايبه معايا، وهنا عندي غساله اطباق، غساله ملابس، عندي هنا الجزئيه دي في الثلاجه، عندي هنا هيبقى في الميكروويف، تحتهم طبعا رحنا عاملين درج تقسيم حلل، وعندي التربو زي ما احنا شايفين كله سوفت كلوز. عندي هنا مكان للسلم والمقشات هتحط في الجزئيه دي، وهنا فوق حاجه النظافه تتحط، وهنا مساحات تخزين جباره. طبعا المطبخ زي ما احنا شايفين عاملينه للسقف عشان يشيل معايا كل مساحات التخزين اللي انا محتاجها، ان المطبخ مساحته مش كبيره. وتحت الحوض زي ما احنا شايفين عاملين باسكت زباله عين واحده، حاجه شياكه جدا وحاجه محترمه. هنا ده كان افضل مكان الترولي بتاع الزيت، ما كانش فيه مكان تاني في المطبخ كله غير المنطقه دي. وكمان الحركه الشقيه بتاعتنا عملنا مكان للسخان، زي ما احنا شايفين السخان كبير جدا بس ظبطنا المكان بتاعه. وفوق الحوض مباشره عملنا المطبخيه، الفصلات بتاعتي كلها سوفت كلوز تركي، وهنا مساحات تخزين واسعه. طبعا سامحوني مش هعرف اجيب الحاجات اللي فوق، وادي مساحات تخزين جباره زي ما احنا شايفين. كل دي مساحات تخزين كبيره جدا، الفصلات كلها سوفت كلوز. بس كده، ده مطبخ النهارده اهو. استنى.